كل الزمان نرجع يا زمان، ايام ما كنتي بتشتري الفرخة وتدي كل واحد منابه ربع فرخة، اما النهاردة فبربع الفرخة بس هو ده اللي هتقسميه على اسرتك كلها وكل واحد ياخد قطاع على قده. تابعوا معايا الفيديو الاخر، ولو شايفين ان نشوتك حبيبتك تستحق اللايك شجعيها بلايك كتير ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. زي ما انتوا شايفين معايا صدر من الفراخ، صدور فراخ عاديه جدا. عندك بقى فيليه، عندك صدر كامل كده على بعضه، مفيش مشكله، اللي عندك اشتغلي بيه، بس اهم حاجه ان انت هتقطعيها مربعات صغيره او متوسطه زي ما انت شايفه كده معايا. بتروحي بقى عندك كده في بايركس او صينيه او اي حاجه انت بتحبي تشتغلي فيها. والنهارده وصفتنا هنعملها كلها ايه، هنقول من غير مواعين كتير لان انا ما بحبش المواعين زي ما انتوا عارفين. هجيب ليمون وكمان فلفل اسود، معلقه كبيره من بهارات الفراخ، كمان كوبايه من الزبادي، وكمان هتنزلي عليهم بمعلقه كبيره من دبس الفلفل اللي كنا حضرناه قبل كده مع بعض. طيب ما عندكيش دبس فلفل، ضيفي معلقه من صلصه الطماطم او معجون الطماطم. هتقلبي كل المكونات دي مع بعضها، وما تنسيش هنا تضيفي الملح، بس ما تزوديش الملح لان معظم الخلطات او التوابل اللي هي بتكون للفراخ بتكون فيها نسبه ملح شويه. كمية خضروات بقى معتبرة، يعني احنا عايزين هنا كمية الخضار تبقى كتير، فلفل الوان على فلفل اخضر على طماطم على بصل زيتون، حبة تحطي اي خضار عندك ضيفيه، ما عدا طبعا ايه البطاطس الكوسة الحاجات دي. يعني انا بصراحة ما جربتهاش في الوصفة دي، عايزة تجربي جربي انتي. وبعدين تروحي جايبه كميه الفراخ اللي احنا قطعناها مع بعض القطع صغيره، وتروحي ضيفاها ومقلباها كلها وتسيبيها ايه على جنب كده. يعني نقول بنتبلها شويه، احنا مش هنسيبها كتير بس سيبيها على جنب شويه. حله عندك على النار، بتضيفي معلقتين كبار من الزيت وقرنفل وحبهان ورق الغار، وبتكوني محضره في الوقت ده كوبايتين من الرز البسمتي الحبه الطويله. بتنزلي بالرز وتفضلي تقلبيه لحد لما يكتسب من السخونيه علشان يطلع مفلفل معاكي، وهي دي الطريقه الصح لتسويه اي رز عموما. بتقلبي تقليبتين وبتزودي الميه المناسبه وبتسيبيه يستوي تسويه الرز العادي، او لما بيغلي بتهدي عليه النار خالص. وتعالوا نرجع للفراخ بتاعتنا. بعد كده بروح اجيب ربع كوبايه ميه بس، وما تزوديش ميه لان طبعا كميه الخضروات دي بتفقد سوائل، فانا مش عايزه هنا كميه ميه تكون كتير. في الوقت ده الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200، بس قبل ما تدخل الفرن بتغطيها بقى حلو قوي بورق فويل وورق زبده. بعد كده بتدخليها الفرن مده لا تقل عن 25 دقيقه. بعد ال 25 دقيقه بتقفلي الفرن وتشغلي الشوايه تاخد لون، تطلع من الفرن تعملي الفحميه الحلوه اللي انا عملتها دي عشان يعني تبقى مدخنه كده وطعمها حلو. بس كده الرز استوى. ممكن تبدلوا الرز على فكرة بمكرونة برز ابيض، رز بسمتي بالكاري والكركم، ده بقى اختياركم انتوا، لكن انا عن نفسي كنشوة بحب اكل الوصفة ديت مع الرز ده. الكمية دي هتاكلك مثلا من 3 ل 4 افراد حسب اكلة ايه ولادك او اسرتك. شوفي بقى انتي يعني كمية الوجبة ليهم بتبقى قد ايه. انا كده خلصت فيديو النهارده. بذمتك بقى انا ما استاهلش تسلم ايدك يا نشوتي ولا ايه؟ انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف شجعيها بلايك كتير وشير كتير. بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.